في الفيديو ده هنتكلم عن حقيقة فكرة وظيفة الأحلام. بما إن الفيديوهات دي كل شوية بنقول فيها وظيفة الأحلام، هنتكلم عن فكرة وظيفة الأحلام. هل في شيء اسمه وظيفة الأحلام فعلا ولا لأ؟ وهنتكلم عن شوية مفاهيم مغلوطة عن الوظيفة بشكل عام. الفيديو ده ممكن يكون طويل شوية، بس إن شاء الله نتكلم فيه أو نحط فيه حجارة الأساس أو الكلام الأساسي اللي هنبدأ بيه أو اللي هنتكلم بيه في باقي الحاجات التانية. خلينا نبدأ في الأول بسؤال: هل في حاجة اسمها وظيفة الأحلام؟ هل في كونسبت اسمه وظيفة الأحلام؟ الوظيفة اللي لما توصل لها إن شاء الله ولما تشتغلها تبقى أنت مبسوط وراضي عن نفسك وتقدر تساعد بيها نفسك وتحسن من حياتك وحياة يعني أسرتك وأهلك وعيلتك وجيرانك والشارع بتاعك والبلد اللي أنت عايش فيها والحاجات دي كلها، ولا لأ؟ إجابة مختصرة ولأ ولأ بمعنى إيه؟ إجابة مختصرة يعني الموضوع له شقين، أو يعني غالبا هتعيش التجربتين لما تمر بمراحل معينة أو لما تعمل حاجات معينة. هتمر بكونها في الأول مفيش حاجة اسمها كده، وهتبقى يعني مش حابب نفسك ولا حابب الشغل اللي بتعمله ولا إلى آخره من الحاجات دي كلها، وهتبقى بعدين يعني هتبقى اجابتك عن السؤال ده لو اتسالته بعد عدد معين من السنين اللي اشتغلتها، هتبقى اجابتك واتمنى ان انا فعلا كنت او يعني كويس ان انا مشيت في المسار او الطريق اللي انا مشيت فيه، كويس ان انا استمريت فيه، وانصح اي حد بالكلام ده كله. فامتى هتكون الوظيفه بالنسبه لك هي كابوس وحاجه مش حلوه ومش عارف ايه والكلام من ده كله؟ امتى ان شاء الله هتنتقل او هتتغير من كونها وحشه لكونها حلوه؟ امتى هتكون الوظيفه مش حلوه ليك؟ اول حاجه لما تكون انت شغال في حاجه مش حاببها، او حاجه ملهاش مستقبل، او حاجه انت مش بتاخد العائد المناسب ليك منها، او العائد الكافي بشكل عام اللي يخليك تعيش حياه كريمه منها. انا بتكلم هنا عن الفلوس بشكل اساسي. نقطة تالتة أو رابعة دلوقتي: لما تكون أنت شغال في بيئة مش كويسة، بيئة عمل مش كويسة، ومع زمايل شغل أنت مش حابب التواجد معاهم، ولما تكون شغال في شركة أو في مكان بشكل عام، أو حتى مع عميل أنت مثلا مش بتتقدر منه، مش بتقدر في المكان ده بشكل عام، سواء التقدير ده من تاني، سواء تقدير مادي أو معنوي أو إلى آخره، أو إن أنت حتى بتشتغل وشغلك ومجهودك اللي انت بتعمله مش بتلاقي ليه نتيجه، مش بتلاقي ليه نتيجه حقيقيه، سواء نتيجه بتقدم في البروجكت اللي انت شغال عليه، ولا نتيجه على ارض الواقع. يعني من ناحيه ان انا عملت حاجه، انا ال10 ساعات مثلا او ايا يكن اللي انا اشتغلتهم دول حطيتهم في حاجه لقيت فيها نتيجه فعلا، حتى لو النتيجه دي مش بتمسك انت بشكل شخصي جدا. يعني انت مثلا مش بتروح الجيم فرفعت عدد معين من الاوزان عدد معين من المرات، وبناء عليه لقيت ان انت مثلا عضله معينه كبرت بشكل معين، فحتى لو ما كانش ليك انت شخصيا بس في نتيجه بتوصل لها في الاخر. لو انت ما كنتش كده، بجانب طبعا حالات تانية كتيره، هتبقى بالنسبه لك الوظيفه ما فيش حاجه اسمها وظيفه الاحلام. هتبقى مش حابب نفسك، مش راضي عن الوظيفه، مش راضي عن المكان اللي انت فيه، مش حابب تصحى من النوم الصبح علشان تروح شغلك او علشان تعمل شغلك بشكل عام، تبقى مش حابب تقابل الناس اللي انت بتشتغل معاهم، تبقى بالنسبه لك الايام اشبه بكابوس مستني كل يوم يعدي علشان توصل لاجازه الاسبوع مثلا بتاعتك، او هتبقى مستني ان انت امتى اغير المكان ده، او امتى اشيل الشغل ده، او امتى حتى يعني زي ما الناس بتقول كده اسيب الشغل ده واروح الغيط او الى اخره. على الناحية التانية في جانب تاني من الحياة للأسف أظن أغلب الناس مش بتشوفه ومش بتعيشه لأسباب كتيرة زي اللي هنتكلم عنها فيما بعد. بس يعني الأسباب الكتيرة سريعا برضو، أول سبب منهم توفيق ربنا. يعني لو حد التوفيق أو توفيق ربنا منزوع من حياته أو مش موجود في حياته، ممكن يبقى بيجري حرفيا زي الهامستر في الويل أو في البتاع اللي بيجري فيها، اللي هي لما بيكون في فار كده بيجري في البتاع اللي بيجري فيها دي، ممكن يبقى بيجري فيها الشخص مننا في حياته ليل نهار، بس ربنا نازع التوفيق من حياته لأسباب كتيرة، فما بيعملش حاجة، يعني ما بيوصلش لحاجة في حياته. ممكن طبعا يكون هو شخص كويس ويعني بيطيع ربنا وكل حاجة، بس ربنا حطه في اختبارات عادي. يعني احنا مش أحسن من الأنبياء اللي كانوا بيتحطوا في اختبارات. المهم يعني فالاسباب دي الاسباب اللي هتخلي ان اغلب الناس مش بتعيش او مش بتشوف الجانب التاني الحلو من الوظائف ومن كل الحاجات دي،
انه بعد توفيق ربنا ان هم مش بيكونوا ما بيجتهدوش وما بيشتغلوش على نفسهم كفايه. بيشتغل اي نعم، اشتغل سنه واثنين وثلاثه وعنده 5 و10 سنين خبره في المكان في المكان او في المجال، بس هي خبره وقت، مش خبره عمليه او مش خبره حقيقيه. هو مثلا بيشتغل بيعمل كل نفس الحاجه لعدد معين من السنين، بعد العدد المعين من السنين دي هو خلاص هو عنده عمل نفس الحاجه 1000 مره، بس ما عندوش خبره ان هو عمل حاجتين ثلاثه كل حاجه منهم مثلا 300 ولا 400 حتى 500 مره. فهو هنا عنده خبره في حاجه واحده، خبره وقت، مش خبره عمليه او مش خبره حقيقيه. المهم يعني طبعا بجانب بقى اسباب تانيه كتير هنتكلم عنها بعدين. ايه الجانب التاني، او امتى بقى تكون الوظيفه بالنسبه لك هي وظيفه الاحلام، وهي الحاجه الواو اللي هي هتغير لك حياتك وحياه كل اللي حواليك لشكل كويس او بشكل ايجابي وكبير جدا، وتاثيراتها تكون يعني رأسيه، تاثيرات ايجابيه رأسيه في حياتك. يعني هتخليك مثلا يعني ماديا تتحسن كتير في الجانب المادي، الجانب مثلا المعنوي ان انت تبقى خلاص بقى راضي عن اللي انت بتعمله برضه هتتحسن فيه، واللي مش عارف كذا، ده الحاجات الرئيسيه. وافقي برضه يبقى لها تاثير ايجابي، هيبقى تاثير ايجابي كتير يعني عشان في حاجات كتيره، مش مجرد مثلا زي مثلا يعني شخص شغال في مكان في مكان او في شركه او في ايا يكن او في مجال معين، هو مش حابب الشغل، مش حابب طبيعه مش حابب المكان، مش حابب الناس، مش حابب، بس هو بياخد فلوس كتيره في المكان في الحاجه دي. الشخص ده في الحاله دي هو بياخد الوظيفه دي التاثير بتاعها على حياته تاثير راسي، بس هو تاثير عامل زي حرف الاي، حرف الاي اللي هو بالانجليزي، او الرقم الواحد مثلا، تاثير راسي. هو بياخد فلوس بس كل الحاجات التانية اللي هو مثلا ان هو مرتاح في المكان، حابب الناس اللي شغال معاها، بيتقدم مهنيا ولا لا، مش عارف راضي عن الى اخره، كل دي هو زيرو فيها، او هو مثلا يا دوبك واحد هنا، نص درجه هناك، وفي الدرجه بتاعت الفلوس هو واصل ل 10 من 10 كمثال يعني. فالمهم هتعيش الجانب الحلو او تجرب الجانب الحلو من الوظائف ومن الحاجات دي كلها لما يعني هتبقى الوظيفه بالنسبه لك هي وظيفه الاحلام، وهتغير حياتك كتير للاحسن لما تنتقل ان انت من تاني، لما تعمل عكس او لما تختبر وتعيش عكس اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه. لما تبقى انت بالنسبه لك الوظيفه هي وظيفه كويسه، بتتعامل فيها معامله كويسه، بتتعامل مع ناس انت حابب تتعامل معاها، شغال في مجال انت حابه او بتطور نفسك فبتلاقي نتيجه، ولما بتكون بتلاقي نتيجه فعلا لشغلك، انت بتشتغل بتعمل الحاجه زي ما قلنا من شويه، تشتغل اللي انت بتحطه او المجهود والوقت بتلاقي نتيجه ليه. ولما تبقى انت طورت بقى، او لما خلينا نقول بس من تاني، لما انت تبقى ربنا موفقك ورزقك وكرمك وفتح عليك وربنا بيحبك وكل الحاجات دي كلها، هتنتقل من ان انت شخص في وضع وحش لشخص في وضع حلو. حاجة تانية او عامل تاني، لما تبقى انت بتشتغل على نفسك فعلا، مش بتضحك على نفسك، او مش بتقول ان انت بتشتغل على نفسك وانت ما بتشتغلش على نفسك، لما تبقى انت بتقول ان انت بتذاكر وبتعمل وبتسوي بس انت بالفعل ما بتعملش الحاجات دي، او لما تبقى انت بتقول او بتريد او اي حاجه من الحاجات دي كلها وانت فعلا ما بتعملش حاجه، او انت واهم، او انت بتضحك على نفسك، او انت بتجاستيفاي او بتبرر نفسك ومواقفك وتقصيرك للناس اللي حواليك. حد مثلا يقول لك مثلا ايه، انت لسه شغال في المكان الفلاني، او انت لسه مثلا بتعمل مش عارف كذا، او انت لسه ما مش عارف في الليفل او المستوى المعين، فتقول والله ده انا بذاكر وبعمل، لا بس انت فعلا ما بتعملش اللي عليك، او انت بتذاكر نص نص، يعني بتذاكر مره ومره لا، بتذاكر يومين ويومين 3 10 ما بتذاكرش او ايا يكن. تمام لحد كده؟ خلينا بقى نتكلم او خلينا بس قبل ما نتكلم عن النقطه الجايه نتكلم عن نقطه مهمه في الجانب اللي هو بتاع وظيفه الاحلام. هل في وظيفه او هل في او ممكن من الوظيفه تقدر ان انت يعني تغير من نفسك وحياتك كتير جدا، وبالذات في الجانب المادي، وتبقى انت وصلت مثلا اشتغلت في وقت معين، اشتغلت ببلاش يا سيدي، مش هنتكلم ان انت اشتغلت بمرتب معين والمرتب ده زاد او الدخل ده زاد وزاد، لا، هنتكلم ان انت لو انت في الاول خالص مش عارف اي حاجه عن المجالات دي، فابتديت تشتغل مجانا زي ما هنتكلم بعدين، ابتديت تشتغل ببلاش، بعد البلاش ده ابتديت تشتغل براتب معين، والراتب المعين ده اتضاعف مره، اتضاعف 2، اتضاعف 3، اتضاعف 4، اتضاعف 10. هل ده ممكن ومتاح؟ ممكن ومتاح، ونتكلم عن ازاي تعمله ان شاء الله بعدين. تمام؟ فمن الناحيه الماديه هل انت ممكن تخيل اي رقم في بالك دلوقتي وانت معايا وانت بتتفرج على الفيديو في النقطه دي، تخيل اي رقم في بالك واسال كده نفسك، هل ممكن
او خليك كانك انت مثلا تخيلت رقم اكس مثلا، اكس من الفلوس او 10 اكس من الفلوس، يعني اكس دي مثلا جنيه، او 10 اكس دي 10 جنيه او 1000 جنيه او 100000 جنيه او 200 او مليون جنيه او ايا يكن. واسالني بقى كانك بتسالني دلوقتي السؤال، هل في وظيفه ممكن تديلي، او هل ممكن اوصل لان انا اخد سالري زي ده من الوظائف والوظيفه ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، مهما كان الرقم اللي في بالك بنسبه كبيره جدا 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 اجابتي ليك اهوت تقدر توصل للحاجه دي. انت دلوقتي، احنا دلوقتي في 2024، مش عارف التاريخ كام النهارده، احنا النهارده الجمعه 17 مايو 2024. واحد من الترندات الحديثه شويه اللي هي الجديده اللي خلاص هي بتنتهي شويه بس لسه موجوده على الساحه، هو الترند بتاع كان في حد بيتكلم بيقول ان انت لو عندك كمبيوتر ووصلة نت ومش عارف ايه ولابتوب وعمرك 30 سنه او اقل من 30 سنه ومش بتعمل حوالي 400,000 او نص مليون جنيه في السنه كراتب سنوي، فانت فاشل. فالناس انقسموا للجانبين، جانب يعني ايه بيقول ان الموضوع هو في حد بياخد مرتبات زي كده ومش عارف ايه، وطبعا جانب تاني كان بيتكلم ان النصيحه اتقالت بشكل فج او وحش او ايا يكن. طبعا عندهم حق بدرجه كبيره او بدرجه ما، يعني ما شفتش الفيديو والله بس بتكلم يعني بناء على اللي انا سمعته يعني وكده. وفي ناس تانية قالوا ان ده طبيعي، ده شيء طبيعي. ال 400,000 او ال 500,000 او ايا يكن دول، هتلاقي ان هم لو قسمتهم على الشهر هتلاقي ان انت غالبا في الاخر بتتكلم مثلا في مرتب 40,000 جنيه في الشهر. فبقى السؤال اللي انا كنت بقول لك اساله لي، هل في ناس ممكن، او هل انت ممكن توصل، او هل في ناس بتعمل، خلينا نقول في ناس، هل في ناس بتعمل راتب 40,000 جنيه في الشهر؟ في ناس بتعمل راتب كده، وفي ناس بتعمل اكتر منه، في ناس حرفيا والله العظيم اعرف ناس كتير كمان، مش ناس قليله، باعمار مختلفه، من خلفيات مختلفه، او يعني الباك جراوندز بتاعتهم مختلفه كتير، والمجالات شغلهم كتير، حرفيا والله العظيم بيعملوا ال 400,000 اللي هو بيتكلم او الترند قايم عليهم ان هم كراتب سنوي. والله العظيم في ناس بتعملهم في شهر واحد كمرتب، كدخل من مصدر دخل واحد. فمهما كان بقى الرقم اللي جه في بالك 5000 جنيه 20,000 جنيه مش عارف 100,000 ايا يكن، اجابتي ليك ان تقدر تعمل ده. تمام لحد كده؟ عشان بس ننتقل من النقطه دي ونزيح عن او نشيل عن بالك وعن ذهنك السؤال ده، على ان عارف ان هو جه في بالك. وزي ما قلت لك من شويه انا هتكلم معاك بصراحه بكلام غالبا مش هتلاقيه في اي مكان، فده انا عارف ان السؤال ده في بالك لان كان السؤال ده ساعات بيجي لي زمان لما كنت باجي احاول يعني ادور على المجالات دي كلها، وما كنتش ساعات بلاقي كتير اجابات ليه يعني. فانا بقول لك اهوت ان تلاقي الكلام ده كله. فخلينا نشيل النقطه دي خالص عشان نتكلم في النقطه الثانيه المهمه الكبيره اللي جايه. النقطه اللي هنتكلم فيها هي، خلينا نزيح او نشيل او نوضح مفاهيم كتير مغلوطه عن الوظيفه